يا صباح الفل، تعالوا بقى اخدكم معايا في روتين يوم من ايام سنة اولى جواز. النهاردة مفيش حاجات كتير، فتعالوا نبدأ مع بعض اليوم. واقول لكم بقى عملت ايه في يومي. اول حاجة صحيت عملت قهوة، ما كنتش عايزة افطر خالص بصراحة، فعملت كده كوبايتين قهوة عشان كان ورايا مشوار مع ماما. بعد القهوة بقى شغلت الغسالة على شوية غسيل كده قبل ما انزل، ولبست بقى ونزلت عشان هروح مشوار مع ماما النهاردة، فرايحة معاها كده للدكتور. وعايز اقول لكم بقى الجو النهاردة كان حر فظيع. وصلنا للدكتور وخلصنا على حوالي الساعة 7:30 8 كده. فروحت بقى البيت، وطبعا ما كنتش عملت غدا قبل ما انزل، فعملنا حاجات بسيطة كده. بطاطس بتنجان، عملنا فلافل وعملنا فول وكده، يعني أكلة بسيطة. حكلنا الحمد لله بقى. وبعد الأكلة دي كان لازم أشرب كوباية شاي كده حلوة. بعد بقى ما شربت الشاي طبقت شوية غسيل كده كنت سايباهم منشورين على المنشر، ومليت شوية الأزاز اللي كانت عايزة تتملى وحطيتها في التلاجة بقى. بعد كده عملت شوت كده من القهوة، وقلت أعمل آيس كوفي بصراحة عشان كنت بقى مفرهدة خالص من الحر. فعملت كوباية آيس كوفي حلوة كده، واخدتها بقى وقعدت أكمل الرسمة اللي بدأتها. بعد بقى ما خلصت كنا عايزين ناكل حاجة حلوة كده، فكنت جايبة الكيك ده من فتح الله، فقلت اجربه. وهو بيتحط له بيض ولبن وزيت او سمنة، وبس كده بتخلطوه تحطوه في صينية على في الفرن، وهو اصلا مكتوب عليه الطريقة من ورا. بجد كان طعمه حلو قوي. وعجبني طعمه، وطعم البرتقال كان باين فيه. بجد الكيك ده كان تحفة تحفة تحفة. كنت مستنية اجربه واقول لكم، فبجد طعمه حلو قوي. اتفرجت بقى على المسلسل ده، وماما كانت جايبالي ذرة فبسلقها كده في مية، وبعد كده بحط عليها زبدة وملح بيبقى طعمها خطير. بعد بقى ما خلصت قلت ابخر البيت كده عشان بحب اشم ريحة بخور كده في اخر اليوم. وبس كده، ده كان يومي. اشوفكم في فلوج جديد.